كريم فهمي بيحب حماته وطلق مراته بسببها والجمهور متعاطف معاه. كريم فهمي شخصية معقدة، طلق مراته عشان يتجوز أمها والجمهور بيقول له مالكش في الشباب. طب تعالى نعرف إيه اللي حصل. تعالى تعالى. كريم فهمي كسب كره الجمهور بعد اللي عمله. كريم فهمي قاطع أمه 15 سنة وما قالهاش إنه هيتجوز. طلق مراته الأولى عشان تعبانة في المستشفى، وطلق التانية علشان مش عاجبها إنه كدب عليها، ودلوقتي بيحب حماته. ده جزء بسيط من اللي عمله كريم فهمي في أول 4 حلقات من مسلسل أزمة منتصف العمر، لدرجة إن الجمهور قال عليه نور مهند العرب، على الرغم من إنه طالع شرير وشخصية معقدة، إلا إن الجمهور متعاطف معاه. ومن وقت العرض الجمهور قام على كريم فهمي وقعدش. بس الغريبة إن كريم فهمي شخصيته في المسلسل ليها بعد تاني، زي إنه عنده عقدة من والدته واللي عملته فيه عشان كده طلع مش سوي. ورغم كده تتعاطف معاه لأن مراته الأولى أدمنت وتسببت في موت ابنهم، بس المفروض كان سابها لما تخرج من المستشفى وتقف على رجليها. ومراته التانية شافها عيلة، لكن حماته اللي هي ريهام عبد الغفور شخصية مغلوبة على أمرها. طول عمرها جوزها بيخونها وبيعملها وحش، فصعبت عليه وتشد ليها، بس هو حبها عشان كان نفسه والدته تكون زيه. وجات التعليقات من الجمهور زي كده: كنت فاكراه حقيقي ولسه هدعيله بالهداية، طلع تمثيل الحمد لله. الحلقة الجاية هيعترف انه كان بيسرق صندوق الجامعة وهو صغير. كل اللي عمله ده واحنا متعاطفين معاه؟ ده ناقص يطلع متجوز ابو مراته. وبس كده، دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة. يا ريت ما تنسوش تتابعونا على قناة المصطبة علشان تعرفوا كل جديد. كان معاكم محمد البسيط، سلام.